في خادم قبل ما يبدا العظه بتاعته طلب من كل الموجودين ان هم يقفوا ويسلموا على بعض، والحقيقه كل الناس اتحركوا لبعض وقعدوا يسلموا على بعض، وفضل الخادم مراقب الناس وقعد يبص عليهم، ولما رجعوا قال لهم انتوا كلكم سلمتوا على ناس انتوا عارفينهم، لكن الناس اللي وسطينا جديده او حتى غريبه عننا محدش فيكم راح وسلم عليهم. انا وانت اوقات كتير بنعمل كده، بندور على اللي شبهنا، بندور على اللي ثقافته زي ثقافتي، بندور على اللي اسلوب تفكيره زي اسلوب تفكيري، بندور على اللي بيشجع النادي زيي، بندور على اللي ديانته زيي او حتى طائفته زيي. بس يسوع المثل بتاعنا والنموذج بتاعنا ما كانش بيعمل كده، كان بيقعد مع العشارين، كان بيلمس المرضى، كان بيدور على المرفوضين، كان بيبحث عن الجميع. وبعد الحياة اللي عاشها المسيح مع التلاميذ ومع الجمع اللي كانوا موجودين حواليه، في واحد منهم سأله سؤال غريب شوية. في لوقا 10 بيقول السؤال دوت: من هو قريبي؟ فالمسيح استغرب شوية، قال له: بعد اللي عملته دوت وانتوا شايفينه بتسأل مين هو قريبك؟ مين اللي انت عايز تساعده؟ مين عايز تمدله ايدك؟ راح حكى لهم مثل كلنا عارفينه، مثل السامري الصالح. في شخص نازل من اورشليم لاريحه، طلعوا عليه لصوص، ضربوه وعروه وسابوه بين حي وميت. عدى الكاهن شافه ومشي، عدى اللاوي عمل نفس اللي عمله الكاهن، لكن عدى شخص سامري شكله مختلف، لبسه مختلف، ثقافته مختلفه، قرر انه ينزل ويضمد جراحه ويطمن عليه ويعالجه. مين الغريب اللي في حياتك؟ مين الشخص اللي انت محتاج تتواصل معاه وتحكي معاه وتقدم له مساعده؟ يمكن بيشجع نادي مختلف عنك، يمكن طائفته مختلفه، وربما دينه كمان مختلف. النهارده دعوه ربنا ليا وليك ان انت تتواصل مع الغريب اللي في حياتك، ايا كان شكله، ايا كان لبسه، ايا كان طريقته، ايا كان ثقافته. ابدا اتحرك وتواصل مع ناس غريبه شويه عنك. عايزك تسيب بصمات في حياته. رب النهارده بيشجعني كمان وبيشجعك ان احنا نبني جسر معاه ونبقى مرحبين بالجميع، ان ابني بيت مع الاخر وارحب بالكل، بالذات الناس اللي محدش بيتواصل ويرحب بيهم، اللي هم بالنسبه لك غريب.